حياك الله نوال، شلونك؟ الله يحييك يا حبيبي، انت عسى الله شلونك؟ يسلمك ان شاء الله. شلون امورك؟ يعطيك طمنيني عليك، ان شاء الله تكونين بخير. الحمد لله يا حبيبي، كلنا بخير الحمد لله. الله عساكم يطمنا بخير عليك. الحمد لله. حنينة الخنينة يعني يبدأ. حنينة الخنينة يا حالاتها. شلون يا حنونة؟ زينة حبيبتي الحمد لله يا الحمد لله مرحبا. بخير يعني يبدأ الحمد لله. الشيخة. دوري ولا دوركم؟ والله انبسطت على اتصالك، بتحبوا؟ يعني اثلجتي صدري يا حبيبتي الساعة المباركة، الساعة المباركة يا حبيبتي. بتمون تحبون بعض وايد كذي احنا ولا؟ نحب بعض على طول. يعني كذي بتحمون تقضونها حب؟ لا يلا قول يلا. تفضل احنا معاك. ام حنين شلونك؟ بخير يا حبيبي الحمد لله. انا الله يسلمك، يعني انبسطت لما قالوا لي ان على قائمة ضيوفنا الليلة راح تكونين انت موجودة، تعرفين انت معزتك طبعا. أكيد. الله يعزك حبيبي، عسى وانت الله نفس يسلمك. الشيء خالد. الله اكيد يطول بعمرك اكيد. ان شاء الله. كنا نتكلم في محور يعني ناقشناه قبل لا تتصلين، كان يتعلق بان من جيل رباب الله يرحمها الله يرحمه ويغفر له. ابتدى الصوت النسائي يعلم اكثر. ايه وان ابتدى حضور الصوت النسائي ابتدى يكبر، وبالتالي صحيح. صار له مكان. باعتقادك نوال شنو الاسباب اللي ادت الى ذلك؟ السبب الاول الاعلام، انفتاح الاعلام. يعني وقت رباب الله يرحمها، وبنفس الوقت انا يعني عقب رباب بديت ب3 سنين تقريبا. فذاك الوقت ما كان الاعلام مفتوح بهذه الصوره. والبيوت الحين الاعلام مفتوح، يعني الحين يعني صارت المنافسه بين الاصوات كلها العربيه، الفنانين العرب كلهم يعني. انزين، العائله وتحفظاتها وعاداتها واعتراضاتها، تعتقدين ايضا تغيرت العائله في نظرتها الى الصوت؟ تغيرت، صار في انفتاح اكثر. الاجيال تغيرت، تعرف يعني امي وام رباب الله يرحمها وامهاتنا يعني مو بعمر امهات الحين هذا الجيل يعني. فاكيد الفكر في تغيرات طبعا اكيد. زين، لكن في سؤال بعد نوال،